السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده نتوما وكل اللي عزيز عليكم. في فيديو اليوم راح نحكي لكم قصه بعنوان انتقمت من عمتي نهار العرس. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، تابعوا معايا لين النهايه، واذا عجبكم ما تنسونيش من لايك والاشتراك باش يبقى يوصلكم كل جديد انا كنزلو. قصتنا اليوم هي قصة عمتي نزهة. هاد عمتي هي الوحيدة اللي عند الوالد، ما عندوش خواتاتو، ما عندوش خوتو، عنده غير عمة وحدة اللي هي عمتي هادي. هاد عمتي شويه لبس عليها لان راجلها خدام مزيان وعندهم الدار ما كارينش، عندهم الطوموبيل، عندهم الخير. انما عمتي هادي سقرامه بزاف وحقاره، كتحقر على اي واحد قل منها في المستوى. خوها اللي هو الوالد كان خدام مزيان ملي كنا صغار وكان مهالي فينا، ولكن دار واحد الحادث ومبقى كسيده ومبقاش قدر يخدم وجلس غير في الدار. ولكن الخدمه اللي كان خدام فيها بقات كتخلصو بالنص ديال الماندا اللي كان كيشد، وكانت هذيك الماندا يلا كتكفينا في الماكله والشريب وما كانش يشاط لنا باش نتكساو وما حتى شي حاجه. وما كاين حتى شي حد اللي غادي يساعد الوالد والدنا غير حنا جوج خواتات. انا عمري 22 سنه، اختي عمرها 16 سنه. وما بقاتش الوالده بحكم ان الوالد جلس من الخدمه، وهذه كانت ما بقاش قدرت يلا تكفات معنا غير حنايا جوجات. الوالده ما كانتش خدامه شي خدمه، كانت كدير غير رانطه والدارس مره الى جاها شي حد وخدمات، كتجمع داك الريالات اللي هما قلال من العيد لعيد كانت كتكسينا. ولكن انا واختي كنا صابرين عارف الوضعيه ديال الوالد، وكنا راضين على القضاء والقدر اللي حنا فيه. وهذه عمتي كانت عندها واحد البنت كبر مني ب3 سنين، وكانت هي الوحيده اللي والدها، ولكن عندها الاولاد، عندها الدراري. كانت مهليه فيها بزاف وكانت كتلبسها مزيان، انا سيكان وانا صبابط واي حاجه خرجات في الحوايج كتشريها هي الاولى. ولكن حنا ما كناش كنغيروا منها ولا كنا كنحسدوها، عارفين عندهم الخير وعارفين وحنا مقدرين الظروف ديال الوالد ديالنا، وما عمرنا حسدناها ولا بغينا ليها شي حاجه خايبه. وهي كذلك كانت منخلانا وعايشه مع صحاباتها وما كتصاحبش معنا ما كدورش معنا، يعني عطينا الثقه وحنا عاطينها اتساع. المهم عمتي كانت كتجي لعندنا ملي كتبغي حاجتها، وكانت فاش كتبغي تغسل شي زرابي ولا تحك الماعن بالزيكس ولا شي حاجه كتجي تديني انا واختي. ورغم عندها الفلوس وتقدر تشد خدامه وهذا ما كتبغيش تخسر فلوسها، كتعزيز على حاجه فابور. ايوا الوالده ديالي كما كتعرفوا من دوك الناس الطيبين اللي دابا نقارضوا، كتدري وشو ظريفه وما تقدرش تقول لها لا. فين ما تجي تبغي تدينا كتقول لنا سيروا معاها، رغم حنا عارفين هي باغيه تقول لا ولكن ما تقدرش. ايوا حنا كنمشيو ونحكوا ليها، هي تقول لك غير تعالوا عاونوني. فاش كنمشيو تما كاين كتحط لنا الماعن وتحط لنا الزرابي وتسلت وتخلينا تنكملوا عدد جيد، تجيب لنا واحد البراد ديالاتها يكون شاط على من الصباح، وشي كيكه حاطاها كارمه بايته عندها، هذاك الشيء اللي كتقدم لينا. المهم ما عليناش حنا واخا ما كنحملوهاش ولكن ما كنبينوش ليها، على حكم انها عمتي وخت الوالد وعلى وجه الوالد ما كنقولوا حتى شي حاجه، عمرنا ما خسرنا ليها وديما كنعاملوها مزيان. ايوا بقينا على هذاك الحال حتى تزوجت بنتها وجا وقت العرس. ايوا هي تجي لعندنا وبدات تحزر والكلام الزين وتشكر فينا، ولكن حنا عارفينها وعارفين حقيقتها. هذه ملي كتكثر الشكير كتكون جايه تاني على حاجتها.
المهم قالت لي راني عندي العرس وما عندي من يوقف معايا وما عندي غير من يشقى ليا من غيركم نتوما يا الحادقات يا الغزالات. ايوا داتنا عاوتاني حنا كارهين نمشيو عندها وما باغينش وداك الشيء، ولكن جاتنا وقالت لنا شتو انا جامعه واحد 4 شواكش، دوك الشواكش ديال الشمال اللي كيكونوا مخطين كلهم عمرتهم بالحوايج ديال بنتي، اش من سيكان واش من حوايج ديال الملابس والسراول والجاكيطات والصبابط. قالت لنا هادوك 4 شواكش الكبار راني عمرتهم ودكيتهم وسديتهم وخليتهم لك انت واختك غادي تقاسموهم، وانتم عارفين انا كنشري لبنتي غير الحوايج الغاليين. اش غادي نقول لكم، انا واختي فرحنا ما قدتنا فرحه، طارنا بالفرحه وبزاف كاع وطمعنا، وهي طمعاتنا وحنايا حنا طمعنا ومشينا معاها. ايوا جبدت ليناش منك يا زرابي نحكوهم والمانط والحوايج، يبقينا كنصبنوا انا واختي من الصباح حتى اذن علينا المغرب، كنا باقي ما كملناش. وصل العشاء وجابت لنا واحد مطيبه هي الطاجين، وجابت لنا واحد يكون شي 2 عواشق ولا 3 ديال المرقه وزايده عليهم الماء وداك الشي باس اللي درتيه في فم الكلب يرد. ايوا مع التماره وهذا جعت انا واختي وكلناها وصبرنا وقلنا لا صافي بركه غنمشيو لدارنا. ايوا مشينا تكينا نعسنا ومع 8 الصباح جايه الدقدق داير داك الدقان ديال البوليس، وحلت عليها عاوتاني الوالده قالت ليها فاقوا، قالت لها باقي ناعسين، ودخلت هي اللي فيقتنا وداتنا بلا ما نفطروا، قالت لنا تعالوا تفطروا عندي، دارت لنا شي فطور ديال الويل. ايوا ماشي مشكل صبرنا، وكنقول لاختي سكتي وصبري وزيدي راه 4 السيقان الشواكش كبار قصدي. ايوا انا واختي طمعنا، ايوا مشينا عاوتاني كملنا ليها الشقه اللي تبقى لنا من البارح، بقينا عاوتاني حتى راه علينا الليل وجينا. ايوا فاش جينا صافي جات عاوتاني الغد، قلنا ليها غير صبري شويه رحنا عينا نرتاحوا ونجيو لعندك، قالت لنا صافي واخا حتى انا غادي نمشي نتقدى المقادير ديال الحلوى، على ما نتقدى ونكمل نلقاكم ارتاحيتو وجيتو عندي. داكشي اللي دارت، مشات تقدات ولكن تعاطلت لان تقدات شاله وهي باغيه دير شله. راكم تعرفوا الحلاوي ديال العرس الواحد ملي كيصايبهم بوحدو في الدار كيطلعوا عليه رخص ما كيمشي يشريهم، خصوصا حنا ساكنين غير في واحد المدينه صغيره فيها عام خبازه وحده اللي كدير الحلوى، ولكن كدير غير داك الحلوى ديال الكريم كدير دوك الحلاوي كانت يلا فاتحه وكدير دوك الحلاوي ما لايقينش بالعرس. وعاوتاني فاش كتبغي تكوموند الحلوى خاصك تكوموندها على 10 ايام عادي صايبوها لك، لان الحلوى ديال العرس كتكون بزاف. والمهم خصوصا ديك المخبزه كانت صغيره وفيها غير 2 الخدامين بحكم ما عندهمش الزباين، لان كلشي الناس كيعجنوا في ديورهم، لان الاغلبيه ربات البيوت ما خدامينش غير جالسين تماكن، ماشي بحال المدينه الكبيره فيها تلقى العائلات خدامات والعائلات. لا هنايا كلشي جالس، كلشي داكشي اللي غادي يجيبوا منه خبازه كديروا ربة البيت في دارها. المهم ما علينا. ايوا جابت المقادير وبدينا معاها. ايوا حنا نصايبو في الحلوى صايبنا 8 سطوله كبار ما ساليناهم حتى 3 د الليل، انا نعجن ونخلط واختي تكور وطيب في الفران وهي بركه حاضيانه، عندك تخسروا الحلوى زيدي من هنا ديري من هنا قطعي بهادي حطي هادي، وهي تعطي غير الاوامر.
ومشات نعست عاوتاني وارتاحت. وحنايا كالخدامات خدامات عطش. ايوا جات عندنا عاوتاني وتآمر حتى كملنا دوك 8 ديال السطوله، ما كملناهم حتى بغات تطلع روحنا. واختي عند الفران مسكينه سخفات وولات وجهها صفر وحالتها حاله، وتبغي تنعس وتكا وتفيق عاوتاني وتقول لي ونقول لها 4 الشواكش ديال الحوايج راه يلبسونا شحال من عام. ايوا هي هذيك، صبرنا وما بدناش عندها. مشينا مع 3 الليل سالينا ومشينا لدارنا، حيت دارنا قريبه من دارهم. ايوا هي هذيك. الغد ليه الجمعه والسبت كان العرس. ايوا نهار الجمعه عاوتاني صافطت لينا قالت لنا تعالوا عاونوني شلوا لي الكيسان. وهذا الجمعه جاو عائلتها اللي بعاد من دوك البعاد كيجيو قبل العرس بيومين ب3 ايام بنهار، هادو جاو عندها الجمعه. ايوا جات وحده من عائلتها وعائلتنا حتى حنا، وهي تجي البنت قالت لنا شفتوا فلانه عمتكم راه عطات لفلانه واحد 4 الشواكش عامرين بحوايج بنتها، ودارت ملا في الطوموبيل وسداتهم وداهم باباها لدارهم. قلنا لاش قاعده تقولي؟ قالت لنا راه كما قلت لكم. ايوا حنايا تسللنا ومشينا لهداك البيت اللي دايره فيه عمتي الشواكش، وفعلا ما لقيناش الشواكش. ايوا انا غرغروا وعينيا بالدموع مشيت عند عمتي نعيط ليها، ناضت من قدام العيالات وقالت لي واش بغيتي اش باغا؟ قلت لها عمتي محشوماش عليك، علاش عطيتي لهذيك السيده الشواكش وكنتي موعدانا حنايا باش ناخذوهم؟ وهي تقول لنا ايوا بحالكم بحالها. قلنا لها لا حنا ما عندناش، وديك باها لاباس عليه وخدام ومكسيه وانت غير بغيتي تباني قدامها، وحنايا احتقرتينا ودرتينا بحال هكا. قالت لنا راه باقي عندها الحوايج دابا مازال غادي نعطيكم، غير سيروا كونوا هانين. وضحكت ديك الضحكه ديالتها الطويله العريضه ومشات رجعت جلست مع العيالات. اش نقول لكم، مشيت انا واختي برا جلسنا فوق واحد الحجره بقينا نبكيو 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 نبكيو. واختي مسكينه صغيره وبقى مراهقه كتنخصص بالبكا. قلت لها شوفي هادشي اللي دارتو فينا عمتي وهاد الحريض اللي حرتت علينا هادشي اللي دوزت علينا وفي الاخر احتقرتنا، والله لا خليتها فيها حتى ننتقم منها. اختي واخا صغار مني خافت وقالت لي يلا، ولكن انا داك القرار اللي درته في راسي ما بقيتش رجعت فيه صافي قررت ننتقم، يعني غنتقم منها، وهي فعلا تستاهل الانتقام. ايوا مشيت جبنا واحد 2 المقارج ديال الماء ودخلنا ليها البيت النعاس ديالها من غير ما يشوفنا حتى واحد. ونحال داك السطوله 8 كبار ديال الحلوى ونكب الماء ونخلط بيدي ونروان. ديك الحلوى ولات بحال السليلاك وما قدونيش دوك 2 مقارش. وكانت حاشاكم الطواليط حتى بيت النعاس ديال عمتي. ونصيفط اختي حتى هي شنيوله وحادقه عندها ما تعاود، كتخلي حتى ما يشوفها حتى شي حد وتعمر المقارش وتجيب ليا وانا نكب وندخل يدي ونخشي ونخلوط. كما قلت لكم رديتها عجنتها عجينه، ولات ديك الحلوى كامله مع الحلوى هشيشه تكبي على الماء صافي تولي بحال السليلاك. ايوا صافي هي هذيك خسرت لي هذيك الحلوى كامله. ايوا حتى دوك المقارش. ايوا خرجت انا واختي ومشينا لدارنا ولقينا امي جابده واحد التكشيطه عندها جايبها لها الوالد من ايامات عرسهم، وهي تشم وتلم فيها فين ما مشات لشي عرس لبسها هي نيت. ايوا جابداها حاطه حداها الفلوس باغا باش تمشي تصلحها. ايوا هي هذيك خدينا ليها من ديك الفلوس، خدينا ليها من البسطام فلوس المركوب ومشينا انا واختي. قلت لها يلا نهرب، كحناها يلا نهربوا وفين غنمشيو؟ فكرنا نمشيو عند جدتي
أمة أمي. هاد جدتي حنا عزيزين عليها بزاف. وركبنا في الطاكسي ومشينا عندها، عاد دخلنا قلنا ليها القصة من الاول حتى الاخر. قالت لنا والله الا عجبتوني فيها، هذيك عمتكم حقاره وحقرتكم حيت نتوما ما عندكمش، ودارت وحارتت عليكم وعذبتكم وسهرتكم وخدمتكم الليل وبالنهار وبالليل، وهذا هو الجزاء لجزاتكم. وعبرتوا عليها، بقات جدتي كضحك ووقفت معنا. قالت لنا شوفوا اللي قاسكم راه بحال اللي غادي يقيسني في عينيا، انا اللي غادي نحميكم وحتى شوكه ما غادي تدكم. ايوا هزات التليفون وعيطات لبنتها اللي هي امي وقالت لها ما تخافيش على بناتك راهم عندي. ايوا صافي هذاك الشيء كانت ليله السبت. ايوا الغد راه كاين العرس. ايوا في الليل عاد عاقت عمتي بالسطوله فيهم الماء، وعرفتنا حنايا مولات الفعله وعرفات اش دارت. ايوا قالك بكات وندبات وسخفت وطاحت وغيبت وغوتت، لان كانت غادي تحمر وجهها بهذيك الحلوى الزينه اللي صايبنا، لان تبارك الله الوالده ديالي حادقه وتعرف جميع الحلاوي، وهي اللي معلمانا الشقه ومعلمانا الحلاوي والطبيخ انا واختي. يعني تبارك الله كنخرجوا من يدنا غير العسل. حتى لو كانت جابت شي وحده صايبت لها ديك الحلوى ما عمرها تصايب لها داك الاشكال وداك الانواع اللي حنا صايبنا ليها. المهم تفقصات بزاف وبكات لدرجه قالك غيبات وسخفت وطاحت. المهم هي هذيك لان ما بقاش ليها منين غادي تجيب الحلوى، والعرس عندها الغد ليه الناس مجموعين. ايوا مشى راجلها المخبازه ورفضوا يصايبوا ليه الحلوى ودارت شوها في عرسها بلا حلوى. ايوا بداو الجارات كل وحده تصايب ليها شويه وتجيب ليها داكشي ما كفاهاش، وداز عرسها كحل ودازت عليها الغمه وما عرفش هذاك لما تقدم ولا ما تاخر نهار العرس. المهم هذه هي النهايه ديال قصتنا، والحمد لله حنايا بقينا عند جدتي واحد المده طويله لين ما بردت القضيه، عاد رجعنا لدارنا. والوالد ما ضربنا ما والو، حتى الوالده كانت نسات وصافي. هي خدات منا واحد الموقف ومبقاش كتجعدنا لدارنا، وحنا تفكينا منها وعشنا حياتنا وكبرنا وتزوجنا وهاد القصه ولينا كنحكيوها وكنضحكوا. ولكن ديك الايامات اللي حنا درنا فيها القضيه اللي كانت القضيه جديده كنا خايفين، واخا عند جدتي كنا خايفين، ومره اختي نبكي وخايفين اللي يجي الوالد يضربنا. ولكن الحمد لله كلشي داز على خير. والمغزى من هذه القصه ان الواحد ما عمره يحتقر شي واحد اقل منه في المستوى ولا يوعد ويخلف بوعده. هذا الشيء ما كيبغيه لا ربي ولا عبده. وهذه نهايه الحلقه، نتمنىكم ان شاء الله تكون عجباتكم، وما تنسونيش من الاشتراك في القناه كيف ما قلت لكم تبقى توصلكم اي قصه جديده انا نزلت. ونتمنى لكم الخير والى اللقاء مع فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.